مصر نيوز برنامج أسبوعي يتناول أهم أنباء المحافظات المصرية وأحدث الأخبار العالمية، ويناقش أقوى وأجرأ القضايا والمشكلات الاجتماعية من خلال تقارير الإعلامية منال رمزي. مصر نيوز يقدم أهم التحليلات والملفات الساخنة. للإعلام الدكتور موافي عبد الله. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين. الحلقة دي هنوه فيها على فكرة برنامج جديد هنعمله بإذن الله من أول السنة الجديدة 2023. 2023 ده عام الحسم وتشكيل مجلس إدارة العالم. 2023 الكل بيتأهب من هذا العام، اللي خايف منه، اللي حاسس انه بيتربص بظروف الناس الاقتصادية، واللي حاسس انه بيكون حروب. لو قلنا ان هي حروب هتبقى حروب اقتصادية بالفعل. يعني حروب اقتصادية هيكون السلاح فيها نووي، يعني اقتصاد ونووي، ودي مشكلة كبيرة جدا. الكلام ده بتكلم فيه في بعض الحلقات عندي في فقرة اسمها فقرة حول العالم. النهاردة هشير سريعا لعناوين فقرة حول العالم، وحلقة ضوء حول فكرة البرنامج الجديد اللي هو اسمه دائرة خطر. هقول ليه دائرة خطر ودائرة خطر ازاي. معايا فقرتين تانيين، فقرة من جامعة المنصورة الجديدة، فقرة تانية عن المناخ وتوصيات المؤتمر العالمي الذي تم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. لو اتكلمنا عن تشكيل مجلس إدارة العالم في فقرة حول العالم اللي بقدمها في كل حلقة، بلاقي لو عرضت كده سريعا كده بلاقي مثلا الدول العظمى اللي بتتنافس على قيادة العالم، في مقدمتهم الصين، أمريكا وروسيا، كل الدول العظمى تعلم هذا الأمر. الكل بيتربص بالموقف ده، يحاول يجهز نفسه للهجوم أو يعمل تحالفات. كتير جدا من الدول الأوروبية دلوقتي في الفترة الحالية في صراعات وتطحنات وتلاحمات صعبة جدا. لو قلنا الصين هنجد أن الصين عينها على تايوان. تايوان طبعا هي بتقول أن هي جزء منهم، جزء من الصين، وتايوان بيقول لأ، اللي داخل هنا في الصراع أمريكا، مش عايزة تايوان تبقى تبع الصين ولا تبع الاتحاد الأوروبي، مش عايزة تبع الصين. ودي صراعات موجودة. طب ليه تايوان؟ تايوان بتمتلك الذكاء الاصطناعي وتمتلك رقائق إلكترونية. الصين كمان مؤخرا كانت في مؤتمر الصين في السعودية، قمة السعودية الصين، ودي أربكت زي ما بيقولوا الأفكار والمخططات اللي كانت بتحلم بها أمريكا. أمريكا تهزت من القمة دي، واعتبرت المؤتمر القمة أو القمة السعودية الصينية تحالف مع الصين ضد أمريكا، اعتبرتها كده. في الكواليس بيقولوا إن هيفرضوا حصار اقتصادي على السعودية في مقاطعات. كل ده كلام في الفاضي، مش هيتم، لأن أمريكا محتاجة الدول العربية، محتاجة الخليج، ومحتاجة النفط. احنا دلوقتي في ظل صراعات صعبة جدا. لو قلنا روسيا وأمريكا والحرب الروسية الأوكرانية اللي أرهقت العالم بعد جائحة كورونا، هنجد أن الاثنين بيتفقوا مع بعض، وإن كانوا مختلفين، على تقسيم أوكرانيا. هتبقى أوكرانيا الشرقية بيد روسيا، وأوكرانيا الغربية بيد أمريكا. دي في النهاية
هل هيحصل قريب؟ ده متوقع جدا. في بداية 2023 هيحصل مفاجآت وحاجات كبيرة جدا هتعمل، مش هترج العالم، هتعمل حراك كبير سياسي في العالم. لو اتكلمنا عن تركيا، تركيا فيها اقتتال داخلي حاليا، وتركيا داخلة على انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية. بنجد برضو منافس الحال الوقت اللي هو الدب الروسي اللي في أوكرانيا ومشغول بأوكرانيا والحرب الأوكرانية والعين الأمريكية عليه وعين العالم والدول العظمى عليه. عاوز يأمن عمقه الاستراتيجي في تركيا ويسيطر على المضايق التركية. ده برضو عينه على تركيا. نبص بقى لبريطانيا، هنجد ان بريطانيا برضو فيها تطاحنات. يعني بيقولوا بريطانيا انتهت، او بريطانيا يعني زي ما بيقولوا او بيتقال نصا انقلب السحر على السحر، بيقولوا كده. لا، ده هو من زمان متوقع ان بريطانيا تكون نهايتها كده، لان نهاية اي خطأ بيبقى نهايته مش كويس، يعني لن يحمد عقباه. بريطانيا في تظاهرات مستمرة ومتلاحقة، الشعب خرج على السلطة لدرجة ان السلطة طلبت الحكومة او الجيش معنى ادق، طلبت الجيش، الحكومة في بريطانيا طلبت الجيش يقف ضد الشعب تحت مسميات كتير، يعني ان هو تظاهر غير مطلوب او مشروع. وهم بيتكلموا على الغذاء، بيتكلموا على الوضع الاقتصادي عندهم برضو، ففيه صراعات في بريطانيا. بنجد برضو ان 10% من المصانع في بريطانيا مهددة بالإغلاق، وده بيرجع لندرة الكهرباء والغاز. كل الأمور دي هنتكلم عنها في فقرة حول العالم في الحلقة القادمة إن شاء الله. آخر حاجة في حلقتنا اليوم استكمال مؤتمر المناخ اللي تم في شرم الشيخ. كنا قد أعددنا بالتعاون مع المنتدى المصري للإعلام بقيادة اللواء الوزير طارق مهدي. طبعا معروف من هو اللواء الوزير طارق مهدي، مش هقول كان ماسك محافظات الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، وزير إعلام، ولا رئيس أركان دفاع جوي، ولا حاجات كتير جدا جدا. يعني كنت بقول إن احنا تعاوننا معاه كبرنامج تلفزيوني ومع السادة المخلصين في المشاركة بالخروج بتوصيات للمشاركة في المؤتمر الأكبر اللي تم في قمة المناخ في شرم الشيخ. كان مؤتمرنا عنوانه مصير البشرية يتحدد من شرم الشيخ، وده اللي عملناه في المنصورة وخرجنا منه بعد التوصيات. شارك في هذا المؤتمر معالي الوزير اللواء طارق مهدي بصفته رئيس المنتدى المصري للإعلام، والدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والأستاذ الدكتور سيد جميلي من جامعة المنصورة، والمهندس محمد الباجوري الإدارة المركزية للموارد المائية، الدكتور مدحت الفيومي نائب رئيس أول الغرفة التجارية ورئيس جمعية خدمات التجارية أو خدمات التجار بالدقهلية. أيضا شارك في هذه الفعاليات فضيلة الشيخ أبو بكر موسى شومان، وتحدث عن الإسراف في بداية المؤتمر. خرجنا من المؤتمر ده بعدة توصيات كنا زعناها في الحلقة اللي فاتت، واليوم بإذن الله نختتم فعاليات هذه المشاركة. أول حاجة طبعا ذوبان الجليد، ده هيسبب لي ارتفاع منسوب سطح البحر، وخصوصا في الساحل البحر المتوسط، لأن هو ده اللي معرض أكتر للغرق. منطقة الدلتا ومنطقة اسكندرية وبعض المناطق في الخط الساحل. يمكن الدكتور طارق كان حضرتك كنت محافظ اسكندرية، وسيادتك عارف طبعا يعني ايه نوى تغرق الممشى في اسكندرية، وفي تآكلات هناك كمان حصلت في خط الشاطئ هناك. ده أول حاجة هتحصل معايا، منسوب سطح البحر هيطلع يرفع هيغرق الساحل، بالإضافة إن منسوب سطح البحر لما هيرفع معايا هيضغط على المية الجوفية، هتبقى فيه بيسموها سي ووتر انتروجن، تداخل مياه البحر
مع الدلتا، مع المياه الجوفيه في الدلتا. ده هيسبب طبعا ايه؟ زياده ملوحه الدلتا في اماكن كتيره جدا. درجه الحراره لما ترفع هتسبب معايا زياده بخر. المياه نفسها، الهدر اللي كان بيحصل من البخر سواء كان في بحيره ناصر او البحيرات او نهر النيل والترع والقنوات عامه، ده هيزيد، هيتضاعف بسبب درجات الحراره الزياده. هيسبب معايا في النباتات والبني ادمين، هيسبب النتح وزياده استهلاكه للميه. انا النهارده عندي الاستهلاك المعدل حصه الفرد، عندي حصه الفرد من استهلاك المياه وصل 630 متر مكعب. ده رقم ادنى من اللي كانت اليو ان محدداه، اللي هو الخط الامن اللي هو 1000 متر مكعب. ده الحد الادنى علشان ابقى بعرف استهلك ميه في الشرب والاستخدامات. انا وصلت ل 630، رقم قل بكتير جدا. يعني بدات اوصل للندره المائيه في الاستهلاكات. زياده البخر في النباتات هيزود احتياجاته، وبالتالي الطلب على الميه هيزيد في ظل حصه مصر الثابته 55.5 مليار متر مكعب. دي اللي بتجيلي مع شويه الامطار 1.3 مع شويه ميه جوفيه باخدها، فانا بوصل في النهايه لحوالي 59 مليار متر مكعب بكل المصادر بتاعتي. فطبعا دلوقتي زياده الاستهلاك دي على حساب ايه؟ طب حضرتك تنصح بايه؟ ازاي تقول الاداره المركزيه بالتصرف في هذا الزمان؟ لا، هي مش اداره مركزيه، هي احنا بص خلينا برضو في نقطه مهمه جدا. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، هو التغيرات المناخيه دي مش مشكله مصر، مش مشكله دوله، مش مشكله محافظه، دي مشكله كوكب. الكوكب هيحصل فيه ارتفاع في درجه الحراره، هيحصل فيه بسبب الانبعاثات اللي موجوده عندي دي. الارتفاع ده هيسبب لي اضرار كتيره جدا، ومن ضمنها التنوع البيولوجي. في كائنات حيه هتموت ما قلناش هنعرف عنها، في كائنات حيه هتيجي. طبعا هو سبحان الله يا رب، ربنا خلق فينا الدي ان ايه البيولوجي جوانا بيبدا يتكيف مع البيئه المحاطه. يعني لو تسامحوني الاسترسال برضو، الدب الابيض ده ما كانش موجود. الدب الابيض بدا يظهر بسبب تنوع البيولوجي بتاع الدي ان ايه بتاعه في القاره القطبيه، علشان خاطر يبدا يتكيف مع البيئه المحاطه اللي هي الجليديه. فالدب الابيض بيعيش في الجليد. بعد ما ظهر، بعد ما تغير تنوع البيولوجي بتاعه بسبب البيئه اللي موجوده هناك. وبعض انواع الاسماك، انقراض حيوانات كتيره جدا بسبب البيئه المحيطه بيه. طبعا برضو خليني اقول لك ان التغيرات المناخيه برضو يا دكتور موافي، التغيرات المناخيه دي موجوده منذ امد تاريخ. يعني خليني ابدا بايه؟ التغيرات المناخيه العصر الطباشيري، عصر الجليد اللي سبب انقراض الديناصورات. ده كانت الديناصورات عايشه على كوكب الارض، وبعد كده المناخ اتغير بقى جليد، سبب التنوع البيولوجي اللي انا لسه بتكلم عنه دلوقتي ده، سبب انقراض نوع من انواع الحيوانات. في لوحه اسمها لوحه المجاعه في اسوان. لوحه المجاعه دي لوحه فرعونيه، بيقال ان عمرها، مؤرخين طبعا، بيقال ان عمرها 4500 سنه. لوحه المجاعه دي بتوصف ان الملك نده العراف وقال له تعالى قول لي ايه اللي هيحصل. فالعراف قال له مصر هتقابل 7 سنين فيهم رخاء و7 سنين فيهم جفاف. طبعا بعد كده المؤرخين قالوا دي مالهاش علاقه بقصه سيدنا يوسف، لان عمرها على 4500 سنه، ما كانش لسه سيدنا يوسف نزل في الوقت ده. مصر في الوقت ده عاشت حاجه اسمها العصر المظلم. ليه؟ ما عملتش حاجه، استسلمت. في الوقت ده قلنا خلاص تغيرات مناخيه جايه، الجفاف فعلا شفنا الجفاف. رسموا في اللوحه دي الفراعنه هياكل عظميه، او هو رفيع لدرجه ان القفص الصدري بتاعه ظاهر. يمكن اللوحه دي تقدر حضرتك تبقى تعرضها ان شاء الله. التحديات اللي انا لسه شارحها دلوقتي دي، هو دي اللي احنا عايزينها. احنا عملنا حاجات كتيره جدا جدا جدا. عايزين الحاجات دي بقى. ماشي. ممكن استاذن حضرتك ننقل بس الحوار ونرجع تاني للخطوات اللي اتخذتها الدوله. تمام، عشان اجاوب حتى على السؤال الدكتور سعيد. تمام. دكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزاره الزراعه والتكنولوجيا،
كان ولا بدأتش معاك كده قبل الحلقه بيتكلم تقول في حاجات اماكن رصد مهمه جدا بس سيبنا نتكلم براحتك. طبعا احنا النهارده بنسيب كل متخصص يتكلم براحته عشان نفيد الدوله المصريه، بالتالي نفيد العالم كله. اتفضل سيدنا. الإشارة لما ذكر بخصوص الحضارة الفرعونية القديمة، فأنا هاخد منها الحوار يعني وأبدأ بيها. لو أنت في الأقصر في البر الغربي في هابو تقريبا أو الرميسيوم في المعبد، هتلاقي 12 عمود، كل عمود فيهم بيمثل شهر للسنة، وشهر للسنة متسجل عليه الزراعات، مواعيد الزراعة بتاع المحاصيل القومية الاستراتيجية في التوقيت ده، واللي تقريبا احنا ما زلنا بنزرعها، معظم محاصيل الحبوب بتاعتنا لغاية الآن. المواعيد دي والمعاملات الزراعية الرئيسية دي واللي مسجلة من آلاف السنين احنا ماشيين عليها. الفلاح المصري ماشي عليها وبيتوارث هذه التعليمات اللي خدها عن آبائه وعن أجداده عبر آلاف السنين، واللي مسجل عندنا على الأعمدة واللي موجود في الجدران. وهو ده موضوع الساعة، وهو ده اللي بيشير إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو إيه اللي حصل؟ المعاملات دي بدأت تتغير من 20-30 سنة، العمليات دي بدأت تتغير من 20-30 سنة. هو احنا من آلاف السنين ماشيين على رتم واحد؟ امال ايه اللي حاصل؟ هو دي التغيرات المناخية اللي حصلت. التدخل السلبي او التدخل اللي مش محمود العواقب وما كانش متقدر عواقبه بتاع الانسان خلال الفترات السابقة، مش عارفين ايه اللي بيحصل. حصل نتج عن الثورة الصناعية اللي قامت في نهاية القرن اللي فات أو في منتصف القرن اللي فات. دول الصناعية الكبرى، انبعاثات حرارية أكتر، غازات أكاسيد الكربون، الميثان، حصل فيه تغيرات مناخية أنا مش قادر أرصدها، أنا بتكلم كتنفيذي. حد يقول لي الحرارة علت، ما أنا عندي في عاصفة التنين في مارس 20 نزل عندي 800 مليون متر مكعب ميه في 48 ساعة، عمل آثار سلبية كبيرة جدا. بعض الأماكن اللي كان الصرف فيها ضعيف اتأثرت تأثر بالغ الخطورة. جالنا طلبات كتيرة جدا في ديوان الوزارة، بدأنا نتحرك نعمل معاينات. جمعيات كاملة اتأثرت. ده برضو إجابة للدكتور كان سأل سؤال، احنا قدرنا؟ طبعا قدرنا. الكلام مسجل، مسجل عندنا في دواوين الوزارة، وعندنا الأماكن اللي تم اللي ألحق بها ضرر. كثافة مياه عالية نزلت، معدلات التصرف بتاعة الصرف ما كانش معمول حسابها في الوقت ده. وصلنا للفيلد كاباسيتي لوقت طويل، مفيش تنفس للجذور، نباتات بدأت تموت، بدأت تتشال، محاصيل اتأثرت. طبعا عملنا معاينات وبدأنا نبعت الناس دي لوزارة التضامن الاجتماعي. وزارة التضامن الاجتماعي صرفت مبالغ كبيرة في الوقت ده كتعويضات. تمام؟ طيب هو النظام اللي معمول اللي موجود في الأعمدة اللي احنا ماشيين عليه، اللي مسجل على الأعمدة اللي ماشيين عليه على مر آلاف السنين، اللي اتغير مش بإيدينا احنا، هو اتغير في قضية غير عادلة بالمرة فعلا عن طريق الدول الغنية اللي هي عندها صناعات، عندها مصانع، عندها انبعاثات حرارية، واللي أدير بيها الدول الفقيرة بالطبع، أو الدول اللي هي مش متدخلة أيا كانت فقيرة أو غنية، هي مش متدخلة بحكم أن الصناعات بتاعتها قليلة يعني. فالمساهمات بتاعتها في تغيير الوضع المناخي العام بالنسبة للكون مش بالدرجة اللي ساهمت فيها هذه الدول. وبالتالي أنا بالنسبة لي كتنفيذي أنا برصد الوضع اللي قدامي بالظبط. فأنا لما أقول إن أنا عندي محاصيل اتأثرت مثلا في مارس 20، وعندي محاصيل اتأثرت في 19 و18
برضو نتيجة متغيرات تانية خالص. يعني هو كأنه أنا ما أقدرش، أنا بالنسبة لي ما للعلم للعلم، أنا كتنفيذي برصد ظواهر. فإنه الحرارة هتعلى، ما أنا برضو في حاجات نتجت عن البرودة. يعني في عندي مشاكل لمحاصيل نتيجة البرودة، في عندي محاصيل إنتاجيتها قلت لأنه في 19 مثلا الشتاء كان قصير وكان في فترات دفء، وفي بعض الفواكه مثلا متساقطة الأوراق ما خدتش درجات البرودة الكافية بتاعتها، تمام، ونزل الإنتاج بتاعها، تمام. هو كأنه في خلل بيئي حاصل. الخلل البيئي ده هو محتاج رصد ومحتاج دراسة. أنا كتنفيذي راصد الكلام ده من خلال الوقائع اللي قدامي في مصر. التفاصيل بتاعته دي حاجات بحثية، يعني عايزة شغل على مستوى البحث العلمي كتير في خلال الفترات القادمة طبعا. واحنا عندنا اساتذتنا في الجامعة واساتذتنا في البحوث يقدروا يشتغلوا على الحاجات دي. استاذ الدكتور سيد الجميلي، اثر المناخ على المنتجات الزراعية وبالتالي الصحة وتداعيات البيئة. لازم يلزموا حاجتين اتنين معاه. يبقى انا لو طورت الري اول فايده هاخدها ان انا هبقى مصدر ومش هستهلك الاسمده دي بالكامل. دي اول حاجه. يعني حكايه ان احنا بنشتكي دلوقتي من ان الري بالغمر الاسمده ما بتكفيش، ايوه انا متاكد وصادق في اللي انا بقوله، لكن لو انا حولت الري بطريقه ثانيه انا هوفر اسمده وابقى مصدر للدنيا كلها اسمده. دي ايه؟ دي رقم واحد. نمره اثنين، ان في مفاهيم خاطئه يقول لك ان الري بالتنقيط او بالرش في الأراضي الطينية دي هيخليها تتحول إلى الملوحة، وبالتالي مش هتيجي في يوم من الأيام تملح خالص وما عادش هيبقى ينفع تتزرع. هذا الكلام ممكن يكون صحيح في حالة واحدة فقط. إذا ما كنا احنا غمضنا عينينا كأساتذة جامعات ورجال بحوث عن حاجة مهمة بتحصل في العالم أجمع اسمها البرنامج السمادي لكل محصول. يعني أنا ما بديش للمحصول بتاع مش بعمل ري بالتنقيط وبس واحط أسمدة بالهبولي، لا، كل نبات ليه حصة سمادية محددة ما بتتجاوزش 25 دايرة قطرها 25 سم حوالين جذر أي نبات من النباتات اللي بتزرع على المسافات البعيدة. هذه الدايرة هو هنا الغذاء فيها بس، ومطلوب بعد نهاية الموسم ان ناخد منها عينة تطلع بلين ما فيهاش حاجة خالص، ما فيش فيها أي تراكم لأي عناصر. ده اللي العالم أجمع بيعمله. ما يخص الأسمدة تحديدا، تمام، حصل تطور غير عادي على مستوى الرقمنة بتاعت الدولة نفسها، تمام. النهارده كل مزارع معاه الكارت بتاعه، تمام، بيروح في أي وقت في مخزن السماد بيصرف الحصة بتاعته، ولو عنده حصة من الموسم اللي فات بتتعلى على رصيده، ولو خد كمية أزيد من مقرره في الموسم اللي فات بتتخصم من رصيده، تمام، في وضع آلي بيسمح له بأن هو بيحافظ على الكمية المقررة له سماديا للمساحة بتاعته اللي موجودة في حيازته، ما هو لم يكن موجودا من ذي قبل. النقطة الأخيرة اللي أنا بصيت فيها كلام وزارة الري. أيوه طبعا. أنا ليا رؤية وشايف أنا بتكلم كلها برضه جزء وعين جزء. بالظبط، وده مشكلة. في نقطتين هتكلم فيهم ويمكن كان ليا مع وكيل الوزارة بتاعكم كلام في الموضوع ده. النقطة اللي هي إن وزارة الري بتبطن الترع وبتوصل حتى المراوي. أنا شفت في اسكندرية حتى المروى الحقلي اللي بيوصل لغاية الفلاح، لغاية الفلاح يقطع المطلق كده مبطناه، وده كلام 10/10 عشان منع التسرب والكلام ده. تمام. بس هو برضه هذا لم يمنع التبخر. يعني احنا عالجنا جزء التسرب الجوفي لكن ما عالجناش البخر. مش معقول نغطيه. ايوه بس صبرك عليا. نمرة اتنين لما الميه توصل عند المطلق كده واستخدم الميه بطريقه الفلاح اللي دايما بتدخل بتروي لي غمر، يبقى انا برضه معلش طريقه الري بالغمر دي برضه ما هي فيها خسائر لا حدود لها. استهلاك ميه بالزياده، استهلاك اسمده بالزياده، تعطيل نمو النبات. خد بالك معدلات النمو في في النباتات اللي بتتزرع بري متطور تكون معدلاتها احسن، انتاجيتها احسن، توفر في الاسمده وتوفر في الميه، توفر في تسرب الاسمده للمياه الجوفيه، بتعمل حاجات حلوه كتير قوي. ده ايه الكلام بتاع الري؟ ان انت توصل لي الميه المطلق ولا زلت بشتغل بالري بالغمر. ده كلام ماهوش صح في الزمن اللي احنا فيه وفي المشاكل اللي احنا فيها. انا عايز وزاره الري تفكر. عاوز تطورات يعني. انا عايز تفكر الميه اللي وصلت لك عند المطلق دي تستخدمها ازاي؟ ما تستخدمهاش ليه يا غمر ابدا.
وتستخدمها من خلال برنامج غذائي عشان ما تبوظليش التربه وما تزرعش اللي انت عايزه علشان طيب الارض دي ملك بس مصر مش ملكك. مساله الزراعه برضو ونشوف اتفضل. سياده الوزير الاول. اتفضل. لا 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 هنشوف بالنسبه للزراعه. لا وزع في راي الراي كله رفع الراي. دكتور سيد بعد اذن حضرتك انا هبدا في الاول. اول نقطه حضرتك اتكلمت عليها على حته ان مفيش مصارف في واحد سيوه تقريبا، مظبوط؟ ما عندكش مصارف هناك صح؟ انا في حاجه اسمها شبكه ري عندي، شبكه الري. الميه بجيبها منين وهوديها فين؟ كل اللي في النص ده اسمه شبكه ري. ميه بجيبها من نهر النيل بتمشي في رياح تخش على ترعه رئيسيه، بعد كده على ترعه فرعيه، ومن الترعه الفرعيه تخش على ترعه توزيع، ومن ترعه التوزيع تخش على مسقه الارض. مسقه الارض تنزل في الصرف الزراعي المغطى. الصرف الزراعي المغطى بيلمه في بياره، البياره بتلمه وبتوديه في شبكه زراعيه، وهكذا. مصرف رئيسي بالعكس بقى، مصرف فرعي، بعد كده مصرف رئيسي. مصرف رئيسي يرميه في بحيره المنزله، بحيره المنزله تاخده من الغاز توديه في حضرتك. مفهوم الكلام ده سيستم. انا لازم اقفل الدايره. انا عمري ما هسيب دايره مفتوحه. عمري ما هاجي اقول لك انا هعمل حنفيه من غير حوض. عمري ما هاجي اعملها لك. دي اول نقطه. فكره ان هي موجوده في سيب واحد سيوه، اعتقد انا اول مره اسمع الموضوع ده على فكره. يعني انا برد لان اللي راح التعيين هذه المشكله على الطبيعه مع مركز بحوث. انا برد دلوقتي كمهندس راجل ان انا بتكلم في حاجه اسمها شبكه. تعمل مصرف عمومي يودي تسمح لي اكمل بعد اذنك؟ معلش اتفضل. انا برد دلوقتي كمهندس راي، مهندس عارف الحاجه المفروض جايه منين ورايحه فين. يعني مش عمرك ما تروح لمهندس كهرباء تيجي تقول له انا خدت سلك من هنا بس ما وديتلوش ارضي. ملوش ارضي، سلك حي من غير ارض، هيقول لك الكهرباء رايحه فين؟ يبقى انت كده ما عملتش حاجه. نفس الفكره بالظبط. انا باخد ميه جوفيه، وارد لو كلام حضرتك مظبوط، فانا بعيد شحن الميه الجوفيه من خلال الميه اللي انا سحبتها. خلينا نتفق اتفاق. زي ما احنا على طول عمالين نبص نقول النهارده احتياطي البنوك كام، انا برضو عندي عمال بشوف عند حته الشحن دي بعد اذنك. خليني بس اكمل لك. ماشي بس هفهم. عمال ببص بشوف انا احتياطي الميه كام. احتياطي الميه بمعنى ايه؟ دلوقتي انا لو جيت النهارده زراعه الرز مثلا، الوجود كام والاحتياطي كام؟ مش هسميها الاحتياطي لان هو ده يعني احتياطي استراتيجي بعيد الامل. انا مش عايزه دلوقتي، مش احتياطي دلوقتي. احتياطي ده اللي هو يعني يوم ما هاجي اسحب منه، على فكره بلاش، انا مش هسميه احتياطي خالص. انا هتكلم النهارده لما اسحب الميه من الارض الصحراويه ما هتملح، ما عادتش هتزرع. انا شفطت منها الميه خلاص، هوديها فين بعد كده؟ بالنسبه لحته الملوحه ال 3000 دي، 3000 انت بتزرع هناك ليه؟ دي ميه بحر مملحه من بحيره الحمراء. يا باشمهندس محمد، ليه النموذج ده ما بيتعملش؟ ده انا بتكلم ان هو ده على فكره شخصي، مستثمر. انت مستثمر بيعمل صارف عليه بقى. واحد مستثمر بيعمل مستثمر سكندري. خليني برضه بره الدكتور عاوز اشير الى بعض التغيرات، انه التغيرات المناخيه زي ما سياده الدكتور اشار اليها في كلمته، انه برضه انعكست على بعض الاصابات الحشريه والفطريه، تمام، اللي اصبحنا بنعاني منها في الفترات الأخيرة بكثافات ممكن كمان تكون أكتر في الأيام اللي جاية. وانت لما أشرت لي أنه التنوع البيولوجي على الحاصل على الكون نفسه بيتأثر بالتغيرات المناخية، هذه حقائق ومرصودة قدامنا كتنفيذيين، وبدأنا نعاني من بعض الآفات اللي ممكن ما كانش لها وجود في الأيام السابقة. يعني أنا فاكر كان الوزارة بتوزع علينا استمارة فيها 25 نبات بيتفحصوا من الساعة 7 للساعة 7:30 وأنا مهندس صغير، ما كانش فيها آفات موجودة دلوقتي. يعني احنا دلوقتي بنعاني كوزارة دلوقتي بنجهز حاجة اسمها دودة الحشد مثلا. ما كانتش دودة الحشد دي لم يرد ذكرها في الاستمارة دي مثلا وانا بفحص في التسعينات. انا بنزل افحص في التسعينات من 7 ل 7:30 صباحا. بعض الآفات اللي كانت موجودة في الاستمارة بتاعة الفحص ما كانتش موجودة دودة الحشد دي خالص. حتى لما من كام سنة كده قالوا لنا في حاجة اسمها دودة الحشد، قلت لهم ابعتوا لي صورتها على التليفون، انا لسه مش عارفها. انا مش عارفها.
فدي حاجات جديدة بدأت تنتشر في الفترات الأخيرة. صحيح احنا بنتماشى معاها كإدارة من خلال الإدارة المركزية للمكافحة ومن خلال المديرية والإدارات العاملة فيها وتوفير المبيدات اللازمة لها. وفي بعض الحاجات التانية زي مثلا المانجا مثلا في مناطق كتيرة كانت بتصاب في الفترات الأخيرة في الكام سنة الأخيرة ببعض الندوات والعفن الأسود أو بعض الفطريات اللي بتسبب ندوة سوداء على سطح الورقة من خلال الرطوبة العالية أو ارتفاع مستوى الماء الأرضي في بعض الأماكن، ومحافظات كاملة كانت بتتأثر بهذه وأسيوط وإسماعيلية المانجا كلها من فوق. تمام. ولا وممكن كمان ده في بعض المحاصيل معلش ممكن تتزرع في محافظات معينه دلوقتي في الظروف طبعا اللي احنا فيها دي. فدي برضو انعكاسات للوضع الحالي. ومن ضمن الاسئله اللي طرحها معالي الدكتور هو احنا اتاثرنا بهذه التغيرات بالطبع. دي من ضمن الحاجات اللي اثرت علينا كدوله في مجال الزراعه. هو ده اللي برضه فخامة الرئيس بيلقي الضوء عليه، انه الدولة المصرية وانه العالم كله لازم ياخد باله من التغيرات اللي حاصلة في المناخ لانها بدأت تأثر علينا تأثير سلبي. لازم نحط الكلام ده في اعتباراتنا وفي برامجنا في العمل في الفترة اللي جاية يعني ان شاء الله. هو اعتقد ان القعدة دي بغرض نطلب ايه عشان الجملة اللي انا قلتها وانت علقت عليها، عشان ما يبقاش شكلنا ان احنا بنطلب فلوس. لا، احنا بنطلب ايه بشكل واضح. يعني حضراتكم اشرتوا لان البحوث موجودة والدكتور سيد وانا بنتكلم على آلية وصول المعلومة للمستفيد. تطلع بقى رقمنة، تطلع تليفون، تطلع. وحضرتك اشرت يعني كان سؤالي انها السنه الجايه انت هتبلغوا السنه الجايه. طب ما السنه دي ولا سيما ان السنه الجايه هيبقى في حاجه جديده بغض النظر عن اللي هي التفاصيل اللي احنا دخلنا فيها. لو احنا هنحط مطالب او اجنده في مطالب باعتبار التمويل اللي هو خد بالك ان الخطاب بتاع الوزير سامح او الدوله المصريه كله خطاب قوموا بدوركم وضخوا فلوس للدول اللي هي مش عامله مشكله. طب نطلب الفلوس لمشروعات ايه في تصورك؟ يعني هو ده الموضوع للكل بقى. اتكلم بصفه عامه معالي الدكتور يكمل هذه الطلبات فيما لا حضرتك انا بكتب كل حاجه. يعني نقطه بسيطه قوي وانا في الوادي الجديد ان انت حبيت تشاور. زمان في 2011 2012 في واحد جه عمل بير اسمنتي وحط عليه خلايا شمسيه، فوفر لنا محطه الاحفوري اللي هي هتجيب البتاع عشان تطلع ميه. نموذج للحل الايه كان شخصي منه وابتدأ يمتد بعد كده. فكرة بقى الابار اللي هي بتنفجر اللي كنا بنسميها بنعدمها يعني حتى كان بيتقال بنعدمها. ده نموذج متكرر ان في الفرافره 100 سنه ميه 221 جزء بقى يعني رقم فلكي. اعظم من ميه النيل. انا صفتي بقى وادي 340 النيل 340. فخلينا نخش بقى في الموضوع. يعني حضرتك عندك المعلومه انا عايز اوصلها للمستفيد. التغيير المناخي خلى الشكارتين يبقوا 5. يبقى ازاي هنعدل احنا في البتاع. يمكن هو ده اللي احنا عايزين ايه نوصل له. احط التليفون. بالمناسبه قبل ما ننقل برضه عاوز بسيادتك الارض الخصبه في الوادي الجديد او كان وضعها ايه بالنسبه لانتاجيه الزراعه، وكان المطلوب ايه كحضرتك كمحافظ الوادي الجديد؟ ري وزراعه. اساسا الري والزراعه زي الحوار اللي شغال كده ده موجود طول عمره. يعني كانت بتتقال نكته دول قاعدين جنب بعض حاجه يعني بره الموضوع. لكن كان في الفرافره اعتقد وانا محافظ اسكندريه اشرت ال 220,000 فدان اللي في الفرافره على الميه اللي انا قلت رقمها، وكانت معموله في جامعه اسيوط بشكل كويس. العوينات كانت 250,000 فدان وانا موجود، كانت بتزرع 170. اعتقد انهم زادوا رغم ان العوينات كان فيها شكر للدكتور الجنزوري نفسه
لما حد بيقول له روح المكان الفلاني، قال له هو حد هيقارن ارض العوينات، يمكن انا كراجل مش مزارع ب اي ارض تانية، فواضح انها ايه اراضي موازيه باعتبار انها المزرعه الرومانيه. البسبوسه في الزراعه المصريه ارض العوينات كده حاجه عاليه يعني قالوا فالفكره بشكل عام ان الميه ما فيهاش تلوث على قدر المستطاع، ان الميه المفروض ان انت حتى لما تشيل الفوسفات والحجر الجيري في الاخر تقدر تعمل بير ميه معدنيه. يعني الطبيعه انت اجمالي اللي بيتزرع في التخطيط في الوادي الجديد ان شاء الله يكون زاد. كان 500 والتشكى بتتحسب وادي جديد، 520 بتوع تشكى وكان لسه الترعه الرابعه ما اتعملتش، 250 بتوع العوينات والفلاحين كلهم كانوا 250. فالرقم ده قابل للزياده؟ قابل للزياده. انك هتلاقي ميه في الداخله والخارجه والفرافره هتلاقي. فده مش القضيه. واحد باريس داخله على الجديد بقى، المفيد بتاع توشكا ده وصل باريس، ما هو باريس بين وش الميه ومدينه باريس دلوقتي بالظبط كده 115 كيلو متر. بص اللي كان ما فيش خالص. السد العالي يوم ما اتعمل بمناسبه توشكا كان احد المقترحات ان يتعمل سد باريس، لان خوفا من ان الفيضان يغرق واحد، يعني كان التخيل كده انها. وبعدين احنا بقى لما رفعنا توشكا يعني ده موضوع تاني. خلينا في الموضوع الاساسي بين الطاقة الشمسية وبين احتياجات الفلاح وبين التغيرات المناخية شغالة وبين لو احنا رايحين للعالم نقول له ساعدنا عشان ما نزودش الانبعاثات طبقا للورق المكتوب قدامي، احنا 3% الدول الفقيرة والباقيين 97%، بس 3 هتبقى 6 عشان ما نبقاش 6، فادونا فلوس نعمل المشروعات. لو حضرتك في تقديرك تطلب مشروعات ايه؟ هو ده فعلا كنت تمام ده اللي كنت هقوله فعلا في نقاط 1 2 3 من كل الساده الحضور. ما ننساش نقول برضو اعزائي المشاهدين ان احنا معانا في الحلقه خارج الكادر بعض الشخصيات اللي متابعه ويجوز لهم او من حقهم طرح السؤال فيما يدور في هذه الحلقه. اي حد عاوز يسال اي سؤال يتفضل يسال. ممكن ده كده على طول كده جاهز. الكرسي اللي ورانا اتفضل. لا يسال مع بعض عادي. اتفضل. طيب الدكتور الاول على طب استنى. اتفضل. انا يعني خليني اقول ايه، الرصد كلنا تقريبا متفقين عليه طبقا لوظائفنا احنا جوه الحكومه او براها، لكن ما فيش خلاف على الرصد. والخلاف ايه؟ نحسن الحالة دي ازاي، سواء بدعم مالي اخر او بدعم تقني من عندنا او استغلال المفاهيم. اولا برحب بسعادة الوزير اللي هو طارق المهدي والسادة الحضور. بالنسبة لي يعني على مدار العمر بحس ان في منتجات زراعية سعرها في وقت معين يبقى منخفض قوي وفي وقت معين تبقى سعرها عالي قوي، بالرغم من التطورات التكنولوجية والعلمية، اللي ان لغاية اليوم ما زالت نفس المؤثرات موجودة، نفس السلع الغذائية خاصة الخضار بالذات. يعني تلاقي السلعة في وقت معين بسعر رخيص جدا وفي وقت معين غالية جدا، وما زالت للآن لليوم. فلماذا يا ريت السيد الاستاذ يرد عليه؟ هو لو اتغيرت قوانين الاقتصاد الموضوع ده هيتغير. هو بس الموضوع ثابت فيما يخص قوانين الاقتصاد العرض والطلب وقوانين السوق، العرض والطلب. فانت في وقت معين لما تكون السلعه قليله وضع طبيعي ان السعر بتاعها هيكون عالي، ووضع طبيعي لما يكون العرض كتير في السوق انه يكون السعر بتاعها اقل. نقطه ثانيه يا دكتور طارق، ان مفيش، مع احترامي طبعا انا بتكلم كنائب رئيس الغرفه التجاريه، وان احنا ك16 عضو مجلس اداره مفيش واحد فيهم جهه زراعيه، مفيش واحد فيهم من جهه الري. فانا بطالب من المجلس ان يكون معانا من وزاره الري احد الاعضاء، يكون من وزاره الزراعه احد الاعضاء، وهكذا. لان لما بيجي مدير امن او السيد المحافظ بيعمل اجتماع للساده التجار ويقول عايزين نعدي الازمه والاسعار، نقول احنا جهه خدميه وليست جهه رقابيه. انا ما عنديش جهه رقابيه ان انا اقول للمزارع بيع الطماطم بكذا بيع، انا ما اقدرش، لان انا ما بدخلش في المنتج بتاعه، ما بساعدش في الزراعه بتاعته علشان احدد له السعر اللي يبيع بيه.
فبالتالي انا ماليش سلطه عليه، فبطالب ان انا احط بالظبط ان انا ادي مساعدات عشان اقدر اسيطر بعد كده. ايه الزراعه اللي تكون الانتاج بتاعك عالي جدا وفي نفس الوقت ما يتاثرش بالمناخ وفي نفس الوقت يكون قليل في المياه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني اللي انا بطرحه بالنسبه للميه المالحه بعد التحليه، هل يجوز تصلح للزراعه عشان نحل المشكله؟ بالنسبه لحكايه ان انا ادور على محصول علشان اقول دهوت هياخد ميه قليله وكتر من زراعته ولا لا، انا باصص للخريطه او المفروض المسؤولين الكبار اللي بيحطوا استراتيجيات الزراعه بصين لها بشكل غير كده. النهارده السؤال اللي يجب ان يكون مطروح، ايه هي الاماكن اللي اقدر ازرع بيها محاصيل الزيوت ومحاصيل الاعلاف بالتحديد، على اساس دول عنصرين من العناصر المهمه جدا اللي بيستهلكهم الشعب المصري واللي بيستوردهم من الخارج بنسبه يمكن 95%. احنا محتاجين محاصيل زيوت ومحاصيل اعلاف. انا مش هدور على محصول اقول هو نقول اللي بيتروى بميه حادقه او نقول اللي عايز ميه عذبه، لا، انا مفروض عليا في الازمه اللي انا فيها ابحث عن الاماكن التي تصلح لزراعه محاصيل الاعلاف والزيوت، واقلل شويه من حكايه الزيتون والنخيل والقصه دي، لانني ليا فيها منافسين كتير مش محتاجين يعملوا العمليه اللي انا بعملها. انا ادور على الاماكن والمحاصيل اللي تسد فجوه رئيسيه في الاقتصاد المصري. هنوجز مضمون الحوار ده في نقاط يضعها المتخصصين الذين حضروا معنا هذه الحلقه. نبدا بالسيد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزاره الزراعه بالتقاليد. النقطة الأولى اللي بشير إليها إنه انعكست التغيرات بصورة سلبية على بعض المنتجات الزراعية في مصر، تأثير سلبي على الكمية أو على العوائد. حصل في السنوات اللي فاتت إنه حصل حاجة زي كده. طيب هو مطلوب مني إيه عشان أعمل حاجة زي كده أقدر أكافح هذه التغيرات؟ طبعا تغيرات يعني حاجة جديدة. كلمة حاجة جديدة يبقى لازم أسند وسائل الرصد، وسائل العلاج، وسائل مكافحة هذه التغيرات وتأثيراتها السلبية إلى البحث العلمي. فأنا محتاج كيان كبير من الباحثين أو منظمة بتشتغل على هذا الأمر تحديدا، لأنه أنا ما أقدرش أحدد حاجة محددة بالنسبة للتغيرات المناخية. هي تغيرات شاملة، في بعض المواسم بتقل البرودة، بعض المواسم ترتفع درجات الحرارة، موجات من الرياح في بعض الأماكن. تمام، كل حاجة محددة عايزة برنامج بحثي مستقل بذاته، وكل محصول عايز مجموعة أبحاث مستقلة بذاتها. وبعض الحاصلات اللي اتغيرت لازم ممكن أغير مواعيد الزراعة، لازم أطلع توصيات علمية بحثية ناتجة من مراكز بحوث اشتغلت لفترات تقدر تديني توصية تقول لي والله محصول الخضار الفلاني أنا ممكن أزرعه في التوقيت من إلى، لأنه خلاص ما هو مسجل لدينا في الجدران وعلى الأعمدة اتغير. تمام، فالتوصيات دي مش هتنتج إلا من خلال مشروع كبير من البحث العلمي يضم أساتذة في مجالات كبيرة جدا، في مجالات كتيرة جدا. أساتذة بالأول بالدرجة الأولى رصد، بعد الرصد ببدأ أحط الأهداف بتاعتي برامج تارجت، بعدين أنزلها لمجموعة باحثين كل واحد في مجاله. شغل هيشتغل على المحاصيل الحقلية، شغل هيشتغل فاكهة، في يعني شغل خضار. بنطور شكل مركز البحوث الزراعية بشكل أكثر عمليا. أنا عارف إن السؤال صعب. بالطبع كويس إنك جاوبت. يعني لأن إحنا عندنا مركز بحوث زراعية، حضرتك بتعمل له إضافات دلوقتي. إضافات لا، هو تخصصية كمان. يعني أنا ما فيش عندي حاجة هتكون يعني خاصة بالمجال ده تحديدا. هو هيطور هو هيبقى له هدف انه يشتغل على التغيرات. بمناسبه الوادي كان عندي تجربه ان زرعوا قمح، انا كنت معلق السنبله ورا ظهري. تمام، كنت بقول اصل ابوها اسد قد كده. تمام، انما لما جينا ننفذها على ارض كتيره شويه طلعوا عاملين التجربه في فدانين مثلا. يعني احدى المشاكل ان ما بقاش عندك بذور يعني عشان تنفذ التجربه تنفذها على 30 سنه قادمه. لو انا يعني اقول حاجه مهمه جدا، احنا بالفعل بنشتغل. احنا جينا سنه 2017 عملنا خطه اسمها خطه قوميه للموارد المائيه والري. الخطه القوميه دي كانت بالتعاون مع حوالي 9 وزراء، كلنا قعدنا
وقلنا تعالوا نعمل خطه. الخطه دي هنستفاد بيها ان احنا يبقى فيها 4 مفردات بيسموهم الاربعه تنميه الموارد المائيه. ازاي هنكتر الموارد المائيه بتاعتنا، ازاي هنرشد الاستخدام بتاعنا، ازاي هنحسن اسلوب اداره الميه، وازاي هنهيئ البيئه لاداره المياه الموجوده حاليا. تهيئه البيئه دي هي دي يعتبر الهدف رقم 13 في التنميه المستدامه. انا عندي في التنميه المستدامه 17 هدف رقم 13 هو التغير المناخي. الثلاثه الاولانيين دول الهدف رقم 6 في التنميه المستدامه اللي هي مياه نظيفه وصحيه. تمام. الاربعه اللي انا لسه قايلهم دلوقتي دول انا شغال عليهم من 2017، والمفروض ان هو الخطه دي محطوطه من 17 ل 37. الخطه دي بقى انا بشتغل فيها في ايه دلوقتي حاليا جوه وزاره الموارد المائيه والري. خلينا نتكلم بسكيل اوسع شويه. 2037 تمام. ده طبعا بالاضافه لخطه مصر التنمويه 2030. انا دلوقتي شغال في حمايه الشواطئ. انا بعمل مشروعات على طول 69 كيلومتر. 69 كيلومتر خط الساحل انا بعمل عليه مشروعات يعتبر تنمويه لحمايه الساحل من الغرق، لحمايه الدلتا والخط الشاطئ من الغرق المقدر ليه بسبب حمايه الشاطئ. بعمل حاجه اسمها الاداره المتكامله للمنطقه الساحليه الشاطئيه، هي انتجريتد كوستال زون مانجمنت، اداره متكامله لحمايه الشواطئ الساحليه. المنطقه دي هدفها ان هو انا بقى مش هشتغل لوحدي. بمعنى ايه؟ ان هو ما اجيش اعمل مشروع تنموي في مكان لوحدي علشان احمي شاطئ. الشاطئ ده في حته اهم منه، مكان تاني اهم منه. تيجي تقول لي لا ده في مدينه هنا، مدينه زي مدينه اسكندريه هتغرق. ما تجيش تقول لي ما بين مدينه كفر الشيخ والمنصوره الجديده جزء فاضي هيغرق، اسيبه ابدا اشتغل فيه واسيب اسكندريه. لا، انا عايز اعرف ايه اللي هبدا بيه والاولويه بتاعتي عباره عن ايه. بدات اشتغل ادخل التكنولوجي عندي في الوزاره. عملت حاجه اسمها نظام الرصد التليمتري. بدات مفيش حاجه اسمها دلوقتي ان منسوب ترعه الفلانيه او منسوب النيل انزل اقول للواحد انزل اقرا لي منسوب كام وتعالى قول لي. لا، كله اجهزه دلوقتي. نظام الرصد بالريموت سنسنج، الاستشعار عن بعد زي ما دكتور سيد كان بيقول. بدات اشوف البصمه بتاعت النباتات وابدا احسب مساحه الرز المنزرعه عندي في الدلتا، في محافظه الدهليه، في مصر عامه، في الجمهوريه كلها مساحتها قد ايه باستخدام الريموت سنسنج. عندي دلوقتي التنبؤ، مركز كامل شغال على التنبؤ بالفيضان. البحث العلمي هو طبعا البحث العلمي زي ما قال الدكتور طارق فعلا للتعامل مع جميع المتغيرات اللي اترصدت فعلا واللي باين لها تاثير. فمحتاج البحث العلمي انه يعمل خريطه طريق او يحدد توجهاته البحثيه في هذا الاتجاه. يعني ده اتجاه مهم جدا ومؤثر، والمفروض ان احنا اللي نكون قاطره البحث العلمي، مش حد تاني اللي بيخطرنا. يعني احنا ناخد البيانات اللي تجيلنا مكتوبه، البحث اللي انا اتكلمت وانا واقف هنا، الظروف المناخيه يا جماعه الخير حصل فيها كذا 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 عندكم، وانتوا بقى بتوع زراعه، بتوع حشرات، بتوع امراض نبات، بتوع انتاج محاصيل كده وخلافه، فاكهه خضار، اتعاملوا مع هذه المتغيرات. شوفوا بقى ايه التاثيرات دي، ايجابيه بالنسبه لكم ولا سلبيه؟ واذا كانت ايجابيه تستفيدوا منها ازاي؟ سلبيه هتواجهوها ازاي؟ مصر نيوز معك أينما كنت. برنامج مصر نيوز بتكريم بعض الشخصيات في الحلقة.